أهلاً، أنا نور، والنهاردة عايزة أحكي لكم قصة سحر. قبل ما نبدأ القصة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك عشان ما تفوتكمش أي قصة. أنا سحر. اتربيت في عيلة كان عندي أخت أصغر مني وأخ أصغر مني، وعيلتي عكسي تماماً، كانوا متدينين ومؤمنين جداً. ماما من الناس اللي السبحة ما بتفارق شقتها. حالتنا المادية كانت متوسطة والحمد لله، كان عندنا بيت ملك وأكلنا وشربنا كويسين، ما كانش عندنا عقدة من حاجة. من الناحية دي كل حاجة كانت تمام، بس الحاجة الوحيدة اللي كانت زيادة وسط ده كله أنا. ما كنتش شبه البيت ولا العيلة ولا بابا وماما. فاكرة طفولتي كويس، قبل ما أدخل المدرسة كنت محجبة، حجاب تقيل قوي، مع إني كنت طفلة ومش مطلوب مني، بس كنت بلبس طرحة وأحياناً عباية سودة، ومحدش كان غصبني، بس لأني كنت بروح مسجد وصيام وحاجات دينية كتير، وكل الستات اللي حواليا زي ماما وتيتا كانوا كده محتشمين ومحجبين، فكنت من باب الفضول وحبي إني أبقى زيهم بحب الحجاب وعايزة ألبسه. وطبعا الكل انبسط وشجعوني وقالوا لي كده صح وكده حلو. ومن السن ده لحد حوالي 9 أو 10 سنين كنت محجبة حجاب شديد، وعملوا لي كمان احتفال وكنت بصلي. وكبرت شوية وبقيت واعية إن أغلب البنات ما كانوش لابسين حجاب، أكتر من 95%، عشان كنا ابتدائي وصغيرين، فكانوا سايبين شعرهم المضفور الحلو وبمشابك ملونة، وأنا كنت لابسة طرحة ومقنعة وتحتها بندانة ومكملة حجاب كامل. بس واحدة واحدة وأنا في 4 أو 5 ابتدائي، مش فاكرة بالضبط، الحجاب بقى واجب عليا حسب العيلة وسني ولازم ألتزم، بس أنا ما كنتش عايزة. كنت تعبت سنين وأنا محجبة ومش باينة ولا شعرة، وكنت عايزة أبقى حرة أطلع شعري زيهم. وفي يوم قدام المراية طلعت شعري وحطيت مشبك حلو، شفت نفسي جميلة قوي، أحلى بكتير من تحت الطرحة والبندانة. حسيت بحماس وكنت عارفة إن ما ينفعش ماما وبابا يعرفوا، فكنت كل يوم أحط مراية صغيرة في جيبي، ولما أقرب من المدرسة أطلعها وأسيب شعري. وصحابي كانوا بيشجعوني ويقولوا لي شكلك حلو قوي، وبقى ده عادة. ما بقيتش أخاف من ربنا، وما كنتش بصلي مش عارفة ليه، وماما وبابا ما كانوش يعرفوا، وكنت أقول صليت في المدرسة وبصلي العصر قدامهم تمثيل، وبقيت شخص بوشين. ولما دخلت إعدادي عرفوا إني مش محجبة، واخترت إني ما أصليش، وبقيت مش بنت بيت، وبروح مع صحابي بيوتهم ونعمل أعداد. بابا زعل قوي وما بقاش يكلمني، وماما كانت بتضربني أحيانا وتدعي عليا، بس ما كانش فارق معايا. ومع الوقت تعودوا، خصوصا إن أختي الصغيرة كانت عكسي وعجباهم، فلما حسوا إنهم مش هيعرفوا يغيروني سابوني في حالي، وأنا ارتحت وبطلت أستخبى، وكنت بطلع وادخل براحتي. بس الجيران والمعارف وأحيانا القرايب كانوا بيبصولي بنظرة تانية، كأني عملت حاجة غلط. والحاجة الغريبة إني كان بيجيلي عرسان كتير رغم وضعي ده، مش عارفة ليه. يمكن ماما كانت خايفة أفضل من غير جواز، بس بعد كده هديت وبقت تهتم بالخطاب، ونسيت أقول عن نفسي إني كنت بيضة. وعنيا كانوا عسلي زي جدتي، وكنت تخينة شوية، بس عشان طولي كان طويل ما كانش باين قوي. المهم يعني كبرت وكبرت، وساعات كنت بتمادى أكتر وأزودها شوية، وده كان يضايق ماما، فتقعد تقولي كلمتين 3 عشان ترتاح. بابا بقى لما شاف إني مش داخلة في أي سكة عدلة ساب موضوع النصايح خالص وصالحني وما بقاش زعلان مني. كنت في أولى ثانوي لما جالي عريس، كان غني جدا وشيك أمي، جار خالتي، وكان شافني هناك. عريس تقليدي قديم بجد، اسمه محمد، أبوه تاجر وغني جدا، وهو كمان زي أبوه شغال في الاستيراد والتصدير، معاهم فلوس كتير قوي. مع إن عيني كانت مليانة والدنيا موفرة لي كل اللي عايزاه، بس برضو أول ما اسم الفلوس يجي الواحد ما يقدرش يمسك نفسه. كان وحيد أبوه وأمه، يعني كل حاجة رايحاله، وكان عنده أختين أكبر منه ومتجوزين ومخلفين، وهو كان آخر العنقود. قعدنا نتكلم مع بعض 3-4 قعدات وعجبنا بعض جدا. كان راجل بجد، مش معتمد على فلوس أبوه، واقف على رجليه. كان بيقول إنه في الشهر أيام ما بيبقاش موجود، يسافر شوية جوه مصر وشوية برا، وبيشتغل في حاجات نادرة وفاهم شغله كويس.
قال لي إنه يحب مراته تبقى ست بيت وكده وكده، وأنا ما كانش عندي مانع. بصراحة كنت نفسي أخلص دراستي وآخد الدبلوم وأقعد في البيت، أحط رجل على رجل، أظبط نفسي، أعمل مانيكير واهتم بنفسي. كل حاجة كانت تمام، اتكلمنا واتفقنا. أنا موافقة والعيلتين موافقين ومحمد كمان موافق، يعني مفيش حد معترض. الوحيدة اللي ما كانتش راضية كانت أم محمد. عارفين ليه؟ عشان شبه عيلتي ومش شايفاني مناسبة. كانت معجبة بأختي عشان محجبة، وكانت عايزة عروسة شكلها غيري. بس الظاهر إن الموضوع ما كانش فارق مع محمد ولا مع أبوه، وهم كانوا راضيين. ومحمد أصلا ما جابش سيرة الحجاب ولا الكلام ده. أنا من جوايا كنت عارفة إني لو الست دي حاولت تمسكلي على الواحدة وتضايقني قدام هعملها زي ما بتتعاملني. مش عارفة ليه كنت قاسية كده ومش بعرف أتصرف صح. اتفقوا على الخطوبة والعقد، وقالوا نقعد متعقدين 3-4 شهور، وبعدها لو الدنيا تمام نروح بيتنا. الليلة دي أبو محمد قرأ بيني وبين محمد الفاتحة وخطبة المحرمية عشان نعرف نخلص مشاورنا وتحاليلنا براحتنا. خلصنا كل حاجة، التحاليل طلعت سليمة، وجاب لي دبلة ولبس بسيط للعقد عشان ما كانش فيه فرح ولا ينفع نجيب فستان سهرة. كل حاجة كانت جاهزة، ومحمد ما قصرش معايا في حاجة، جاب لي أحسن حاجة، وزعل أمه بتصرفاته دي على قد ما فرحني وضحكني. اتعقدنا وبقينا رسمي وشرعي مرات وراجل. أيامنا الحلوة ابتدت، وماما وبابا كانوا بيجهزوا الجهاز، وماما بقت أحن شوية وبطلت تمسكلي على الحجاب ولبسي. كانت مشغولة قوي في تجهيز الجهاز عشان يلحق. من ناحية تانية أنا ومحمد كنا بندور على شقة، وفعلا خدنا شقة 150 متر وابتدينا نصممها من جوه، وكنا بنحاول نعمل بيت أحلامنا. أمه كانت بتحاول تقنعنا نقعد فوق عندهم، بس الحمد لله محمد رفض، وهي كانت تبصلي بصات مش مريحة. نظفنا الشقة ومحمد كان عنده شوية وسواس، فكنا ننظفها إحنا الاتنين، وأحيانا أخته أو ماما تيجي تساعد، وما جبناش عمال. في يوم كنا لوحدنا، ومحمد كان متغير شوية، مش وحش بس غريب، وأنا ما كنتش فاهمة فيه إيه. علاقتنا عشان كنا متعاقدين ما كانتش كاملة. قعد جنبي وطلب مني طلب، وأنا من غير ما أفكر وافقت ونفذت. دخلت أخدت دش وطلعت، وبعدها محمد دخل. كنت بمسح شعري بالفوطة عشان ما بردش، وفجأة الجرس رن. قلبي دق بسرعة، ما كنتش عايزة تكون ماما عشان ما تفهمش حاجة أو تقول حاجة. فتحت الباب، ولما شفت حماية ارتحت وابتسمت. بصلي وقلب هدوء. محمد فين يا بنتي؟ قلت له دخل يا بابا في الدش وهيطلع حالا. بصلي من فوق لتحت، وطلع على وشه ابتسامة لزجة كأنه فاهم كل حاجة. اتلخبطت ولميت نفسي شوية، ودخل جوه وبص على الشقة شوية وبارك. ومحمد طلع وهو كان مكسوف جدا، كان حساس في الحاجات دي، ومن شكل أبوه باين إنه فهم اللي حصل عشان دخولنا الحمام كان واضح. المهم خلصنا شغل الشقة وعدت على خير، والجهاز دخلناه واحدة واحدة وعلى مهله، وفرشناه في وقته، وكل حاجة كانت تمام وزي الفل. أنا ومحمد كنا كل يوم بنحب بعض أكتر ونتعلق ببعض أكتر من اليوم اللي قبله. كنا مبسوطين من وجودنا مع بعض وبنستمتع. وفي يوم جم عندنا البيت، وعلاقة حماتي بيا بدل ما تتحسن كانت بتسوء، كأنها شايفة إن موضوع الجواز بقى جد، فبقت أضيق وحسسها أكتر، ومش فاهمة ليه كانت ماسكة فيا بالشكل ده. حاولت ما فكرش فيها، ما كانتش مهمة قوي. جم البيت وحددوا ميعاد الفرح، وكل حاجة كانت ماشية كويس، وأنا ومحمد كنا أسعد ناس. رحنا الكوافير وحجزنا، والاستوديو اتفقنا معاه، وفستان الفرح وكل حاجة ظبطناها، واشترينا حاجات كتير، وكلنا كنا مبسوطين وبنشتغل من قلبنا. يوم فرحنا جه، وكل حاجة اتعملت على أكمل وجه، كان جميل قوي، وكل ده بفضل محمد اللي وفر لي كل حاجة وعمل لي أحلى ليلة في عمري. بعد الفرح رحنا بيتنا، وأمه جت وماما كانت واقفة وقالت لي اقعدي، احنا عندنا عادة. لوني اتخلر، ولما حماتي شافتني ابتسمت ابتسامة صفرة، وماما كانت مطمئنة عشان عارفة اني مهما عملت مش من النوع ده، بس قلبي كان بيدق في حلقي مش عارفة اعمل ايه. حماتي كانت واقفة حاطة ايديها في وسطها زي اللي مستنية تمسك عليا حاجة وتفضحني. قلبي كان هيطلع من صدري، وحاسة لو ليه صوت الكل كان سمعه. محمد قال لها نعم يا ماما، عايزة ايه؟ هو انت فاكرة اني طفل وهتنامي جنبي الليلة؟ وضحك وغمز لها.
ماما ضحكت بخفة، بس أمه كانت جد وما تحركش فيها شعرة. بصت له وقالت: لا يا ابني، في عادة لازم تتعمل. وأنا وأم سحر واقفين مستنيين. محمد اتضايق وقال: يا ماما انتي عارفة اني ما بحبش الكلام ده. هو احنا رجعنا 50 سنة لورا؟ الحاجات دي عيب وحرام، ومنك مش متوقع. حاولت ترد، بس محمد على فوته وقال: يا ماما احترامك فوق راسي، بس ما تخليش الليلة دي تبوظ وتكسر بيني وبينك. دي أحسن ليلة في حياتي لو سمحتي. عينيها احمرت، مش عارفة من الزعل ولا الإحراج ولا إيه. أنا كنت واقفة مبسوطة وساكتة، وهي ما قالتش حاجة. سلمت عليهم بأدب عشان أوضح إنهم منورين. حماتي مشيت قبل ما الموضوع يكبر. ماما قربت مني وقالت لي: عجبني قوي يا بنتي، خلي بالك من جوزك، راجل محترم ودافع عنك رغم إنك ما عملتيش حاجة. سلمت ومشيت. دخلت الأوضة لقيت محمد نايم ومغمى عليه من التعب. عيني وسعت، كان طبيعي يكون مرهق. سبته في حاله، شلت المكياج بهدوء وفكيت شعري. دخلت أخدت دش وطلعت نمت جنبه. من تاني يوم ابتدت حياتي مع محمد بجد، وكل حاجة كانت جميلة. العيشة معاه كانت حلوة قوي. فترة جميلة عدت لحد ما جه وقت إن محمد اضطر يسافر بره البلد عشان شغله، ودي كانت أول مرة أفضل لوحدي. ولا مرة قبل كده كنت لوحدي. محمد سابني عند بيت ماما وقال لي هيغيب حوالي أسبوع. لميت حاجتي ورحت بيت أمي. كذا مرة حماية كلمني أروح عندهم ورحت. ولما شفت حماتي تقيلة قوي فضلت أعتذر عن عزومة المبيت اللي كان بيعرضها حماية وارجع بيت أبويا. يوم ما حمادة كان راجع قال لي هيوصل بدري قوي الفجر، وقال لي أروح أنام عند أمه عشان يجي الصبح بدري يسلم الشغل لأبوه. رحت، وحماتي شافت الفرصة وجت عليا بكل اللي تقدر عليه، في لبسي وتصرفاتي وكل حاجة، خصوصاً إن أخت جوزي الكبيرة كانت موجودة. ما تكلمتش خالص عشان ما تنقلش كلام لمحمد وتقول مراتك قالت كذا وعملت كذا، فالتزمت الأدب وسكت. أخت جوزي نفسها معرفتش تقف قدام لسان أمها وأنا ساكتة خالص. بس لما كانت تقول فلانة اللي كنت مختاراها لابني كانت جميلة قوي وست بجد ومحترمة وكذا، كنت من جوايا مولعة نار. حماية دخل ربنا يجازيه خير وقال يلا نتعشى، يمكن الست دي تسكتنا ونرتاح شوية. الكل ضحك وقت العشاء وهي سكتت. عارفة ليه؟ عشان كانت بتخاف من حماية وما تقدرش تتكلم قدامه. ربنا يخليك، لو كنت جيت بدري شوية كنت ريحت أعصابنا. بعد العشاء قمت أغسل الصحون بدل ما أقعد، وأخت جوزي جت اعتذرت لي وأنا قلت لها بتواضع لا أبدا ولا يهمك. كنت خلاص عارفة أتعامل إزاي مع أمها. كنت ناوية أنام هناك، وحماتي كانت من 10 دقايق واحدة قرص منوم وبتروح لدكتور أعصاب، وكانت دخلت تنام. قلت تصبحوا على خير ودخلت أوضة محمد وهو عزب. كنت تعبانة ومخي مشغول، ملحقتش ثانية ونمت. مش عارفة قد إيه عدى. صحيت على إحساس إن في حد جنبي. فتحت عيني لقيت محمد، فرحت وقلت محمد. رجعت خطوة لورا واتصدمت، رمشت كتير ومش مصدقة، كان حماية. مديت إيدي ولمسته وقلت له هو أنت بجد ولا أنا بتخيل؟ كان بجد، خصوصا لما قال سامحيني ما كنتش عايز أصحيك يا روحي. ما كنتش مصدقة. قلت له بابا أنت بتعمل إيه هنا؟ إيه اللي بيحصل؟ ده ناقص بس حماتي تدخل الأوضة وتشوف. ضحك ضحكة هادية وما قالش حاجة، وقال أنا مش مستعجل، عاجلا أو آجلا هتعرفي إني أحسن من محمد. مش هقول حاجة لحد ما أنتي تيجي معايا بنفسك. وضحك وطلع. النوم طار من عيني، بس عيني كانت بتلسع وكنت محتاجة أنام. ما قدرتش أستحمل، قعدت ونمت، بس كنت بحاول أبقى صحية شوية وأخد بالي. مش عارفة قد إيه عدى. حسيت بإيد على إيدي، نطيت وقفت في ثانية، لفيت لقيت محمد. قال لي حبيبتي اتخضيتي، سامحيني ما كنتش عايزة أفزعك. لساني اتربط، قلبي كان بيدق وعيوني دمعت. قلت له محمد وحشتني قوي في الغربة دي. محمد عينيه دمعت. نمنا شوية هناك. لما صحيت كنت هادية قوي. الساعات اللي كنت فيها جنبه ريحتني. قمت وما لقيتوش. عرفت إنه صح قبلي. الحمام كان جوه الأوضة. غسلت وشي وإيدي وكنت طالعة. سمعت صوت حماتي وهي بتغسل دماغ محمد. وقفت أسمع قصدها عشان أعرف بتقول إيه. كانت بتعيط بصوت موجوع وتقول أنت ما تعرفش أنا شفت وسمعت إيه. ما قلتلكش 10 مرات البنت دي مش من مستوانا؟ قلبي كان هيطلع من مكانه. يا ترى كانوا بيمتحنوني؟ اتدمرت. قلبي وقع ومش عارفة أعمل إيه، ودقاته سريعة قوي. لأول مرة رفعت عيني وقلت يا رب. صحيح ما بقيتش أصلي
وصحيح مش عبدة كويسة، ومش بفضفض معاك ولا بطلب منك حاجة، بس بحق أي حد بتحبه المرة دي استرني ووعد عليا أبقى أحسن. انت شفتني ما عملتش حاجة، وغلطانة مش أنا. كنت بعيط وسمعتها تكمل وتقول البنت دي مش سليمة، عينيها على رجالة الناس، وسمعت إنها الفقرة دي عملت ذنوب وحاجات، خايفة تعمل فضيحة وتفضحنا. البنت دي ذليلة، مهما عملنا مرضتش تنام هنا ولا حتى في بيت أبوها. أكيد في حاجة. ما كنتش مصدقة، إزاي ما قاليش لي؟ كنت مولعة ومتعصبة، بس محمد قال بهدوء وبرود: يا ماما ما تطلعيش كلام على مراتي وما تقوليش حاجة، البنت دي أنا عارفها زي وضوح الشمس، فالأحسن تحافظي على احترامك وما تتكلميش في حاجة مش موجودة. انتي أمي، وكان المفروض تضربي أي حد يقول الكلام ده على بقه، مش تقعدي قدامي وتحكي بحماس. وقتها حماتي قالت: يا ابني معاك حق. أنا فوراً رجعت الأوضة. قد إيه الست دي كانت قاسية. يمكن كنت غلطانة في حاجات، بس ربي شاهد إني ما عملتش حاجة ولا عديت حدودي. رجعت الأوضة وحاولت أبين إني لسه صاحية من النوم، وبعد 10 دقايق محمد دخل وقال: صباح الخير، قومي يا حبيبتي نفطر ونروح بيتنا. قعدت على الفطار وحماتي كانت بتتحنن عليا وتدعيلي بشكل ما يتصدقش. بصيت لها باستغراب، حتى محمد ضحك من التمثيل وقال لي: كلي فطارك يا بنت. والله ما كنت فاهمة الست دي مالها مني. رحنا بيتنا وفي السكة اشترينا شوية حاجات عشان الفترة اللي فاتت ما كنتش بشتري، ومحمد كان واثق فيا قوي، لا شك ولا فتح سيرة كلام أمه. الغريب إن العمارة كان فيها كاميرات في كل دور ومدخل. أنا مش مجنونة أقعد في بيتي وأعمل اللي كانت بتقوله، وكانت بتقول ما نعرفش بتعمل إيه في بيتها. المهم عشنا حياتنا وكان عندنا فترة حلوة مادياً وكل حاجة تمام، بس حماتي واضح إنها ما كانت عايزة تشوفني مرتاحة، كانت عايزة تبوظ حياة ابنها، ومن وجهة نظري بوظت حياتي أنا كمان وتعبتني. بقت زي طفل 2 بيزن على لعبة. محمد كان يقدر ينبهها لحد، بس ما يقدرش يسيئلها ولا يقول مش نروح عندها. كتمت على نفسي وسكت، وكنت بستحمل عشان ما أطلعش وحشة. ومن ناحية تانية أخت جوزي قالت لمحمد قد إيه أمها ضايقتني اليوم ده، وأنا ما نطقتش بكلمة. ده اللي كنت عايزاه، إن ثقة محمد فيا تكبر يوم بعد يوم ويحبني أكتر ويتعلق بيا. في يوم رجعت من حمام السباحة ومحمد كان حيتأخر، وكنت مطمنة إن ما فيش غدا. قعدت بمنشفة الحمام والجرس رن، بصيت من العين السحرية لقيت حماية. أكيد كان عارف إني في البيت، كان مع محمد، وكنت عارفة إنه بيستدرج ويعرف أنا فين. اترددت أفتح، بس الشقة اللي قصادنا فتحت وواحد طلع. خفت يفهموا غلط فتحته والمنشفة ملفوفة كويس وما فيش حاجة باينة. دخل وبصلي وفضل يبص ويقيسني بعينه. قعد على الكنبة وسلم. دخلت الأوضة بسرعة وقفلت، ولبست فستان واسع مزهر، ودخلت المطبخ أعمل شاي. وأنا بعمل الشاي دخل المطبخ، وفجأة إيد الكاتل زحلقت، وكل المية السخنة نزلت على بطني وجنجي، وشوية بسيطة على إيده. أنا كنت بنط من الوجع، اتحرقت جامد، واللبس بلاستيك زودها. الحاج بص وقال: اتحرقتي جامد. حاول يساعدني. صرخت بعصبية: اطلع برا بس. مش عارفة أخاف من صوتي ولا إيه. طلع بهدوء. دخلت الحمام وحطيت مية ساقعة على مكان الحرق. طلعت وحطيت شوية معجون سنان. كنت مولعة بس استحملت، وفضلت ألف في البيت من الوجع، وكل اللي في بالي شتمت حماية وهو مش موجود. قرب وقت رجوع محمد، الوجع خف قوي، هديت وقعدت استنى ومعجون السنان يعمل شغله. وكنت ببص أشوف في فقاقيع ولا لأ. فجأة الباب اتفتح ومحمد دخل. لما شافني بالحالة دي اتفاجئ وبقلق قال: مالك؟ قلت له بهدوء: ولا حاجة، الكاتل فلت من إيدي وكب عليا. غسلناها سوا والحمد لله ما حصلش حاجة خطيرة. محمد نقي شوية وقال لي: ما تاخدي بالك وكلام من ده. من جوايا قلت: الحمد لله اتحرقت وعدت، كان ممكن يحصل أسوأ. ما قدرتش أقول له حاجة، أقول إيه يعني؟ تاني يوم الجرس رن، ما فتحتش، شكيت يكون حماية. رن 4-5 مرات وما كانش راضي يبطل. قلت فضحتي قدام الباب والجيران. بصيت من العين السحرية لقيتها حماتي. فتحت بسرعة وقالت بعصبية: كنتي فين؟ إيدي وجعتني من كتر الرن، بقى ابني يتعب ومراته ما تفتحش الباب؟ قلت: معلش يا ماما كنت نايمة. ابتسمت بسخرية وقالت: بقى أسوأ، ابني يشتغل ويتعب ويصرف عليكي وانتي في البيت نايمة لحد الظهر. سكت، الكلام كان بيزيد سوء. عملت شاي والانحناء كان صعب قوي، بطني كانت بتوجعني وبتحرق. ما كنتش عايزة أفتح لها،
بس قلت لو ما فتحتش هتزودها وتشتكي لمحمد، وهو من الكاميرات هيعرف إني كنت في البيت وما فتحتش لأمه. بدأت تتكلم وقالت انتوا مش ناويين تحلفوا؟ قلت بدري يا ماما. قالت بدري ولا في عيب؟ قلت لا الحمد لله. قالت مش عارفة ابني شاف ايه فيكي، انتي ما تنفعيش لعيلتنا، كان عندنا أحسن منك، بس ليه مسك فيكي مش عارفة. كانت عايزة تعصبني وأنا ساكتة لحد آخر كلمة قالتها وولعتني. قالت مش مشكلة خلاص يخليكي، بس ابني راجل ويقدر يتجوز واحدة زينا، وأنا عارفة له واحدة يمكن تجيب وريث لأصل ونسب، هو له مستقبل، وإنتي موافقة الراجل يقدر يتجوز، الست ليه تعارض؟ أنا مش حقودة ولا لدودة، وإلا كنت رديت من زمان، بس المرة دي ما استحملتش. قلت لأ ولا يهمك، خليكم مرتاحين. اتفاجئت وفضلت تبصلي، كانت مستنية أزعق. قعدت شوية ولما لقيتني ساكتة وما عنديش رد قامت ومشيت بسرعة، لدرجة ضحكت ومش عارفة أقول إيه. لما محمد جه ما قلتش حاجة، دخل يتحمم ولقيت أمه بتتصل كتير، قلت أكيد هتلفق كلام، ما رديتش. لما طلع التليفون رن، دخل الأوضة ورد وحطه على السماعة عشان شعره مبلول، وقال نعم يا ماما. قالت بدلع وبصوت متضايق يعني إيه ما تردش على أمك؟ المرة دي مراتك علمتك؟ محمد وطى الصوت وقال إيه الكلام ده يا ماما؟ ليه كده؟ أنا كنت في الحمام، طبيعي ما ردش، قولي بقى مالك ومضايقك إيه؟ أمه قالت بفرح مش زعلانة يا ابني، أنا مبسوطة قوي، عندي ليكي خبر. وكملت وقالت كلمت فلانة بنتها لسه ما اتجوزتش، قمر جوهرة عايزة لك. وبصوت متصنع حزين قالت يمكن المرة دي ربنا يكتب لك السعادة وتستقر، أنا ما بتمناش غير سعادتك. محمد بصوت واطي بس متعصب قال انتي عملتي ايه؟ رحتي تدوري لي على ست؟ أنا متجوز يا ماما، ترضي بابا يعمل كده؟ قالت والله لو أنا شبه مراتك كنت أرضى أبوك يتجوز. وبعدين قالت وأنا رحت كلمت مراتك ووافقت. محمد سكت شوية وقال أكلمك بعدين يا ماما، عندي حاجة مهمة، وقفل السكة من غير حتى سلام. أنا جريت على المطبخ وابتديت أطبخ، حتى البصل اتحرق وكنت هتفضح، ما كنتش فاهمة أمه مالها مني. أسبوع ومحمد مشغول، يمكن كان بيروح لها من غيري، ومش عارفة قالت له إيه وما قالتش إيه، أعصابه كانت تعبانة. في يوم حماتي رنت وقالت عاملة إيه يا عروسة؟ اتفاجئت، شكرتها، قالت إحنا رايحين نخطب لابني، تيجي ولا لأ؟ ومحمد موافق، هو هيكره اختياري؟ حلقي نشف، مش قادرة أبلع ريقي. كانت بتهزر ولا بتستفزني؟ قالت كلمتك عشان تيجي بصفتك الزوجة الأولى وتدي موافقتك. البنت محترمة وقالت لازم الزوجة الأولى تكون راضية. ما كنتش سامعة حاجة، مش مصدقة إن محمد يوافق. قالت تيجي؟ قلت بهدوء حاجي، وقفلت. كلمت محمد وحكيت له كل حاجة بهدوء، كان مش مصدق كلام أمه وأنا كنت حموت. محمد جه البيت وهداني وبعصبية راح لأمه، معرفش حصل إيه هناك ولا اتقال إيه، بس لما رجع كان متعصب قوي، عروق رقبته باينة، وأنا ما كنتش قادرة أتكلم. قال بهدوء ما تصدقيش كلام أمي، لا هتجوز ولا حاجة، إحنا ناقصنا إيه؟ وحتى لو ناقصنا ما كنتش قاسي أعمل كده. طمني وارتحت. اليوم عدى شهر ومفيش خبر من حماتي، وكأن تهديدات محمد جابت نتيجة والدنيا هديت، حتى حماية ما كانش ليه خبر الحمد لله، بس كأن الاسم ده ما ينفعش يتقال. الليلة دي محمد كلمني وقال يا حبيبتي أنا وبابا جايين لك. اتعصبت، ظبطت البيت ولبست لبس واسع. حماية دخل ومعاه ورد واعتذر عن تصرفات أمه. قعد شوية وأنا متضايقة وقدمت شاي وفاكهة. قام يمشي وقال بهدوء يا ساتر نسيت الموبايل في الشركة ولازم أرجع. محمد قال ليه يا بابا؟ بكرة نروح. قال مستني مكالمة مهمة. محمد قام وقال اقعدوا أنا أروح وأرجع. أعصابي كانت بايظة. محمد خرج وصوت الباب خلاني أفوق. المرة دي وبفضل جوزي. حماية فضل في البيت، ما كنتش عارفة أعمل إيه. قال عايز أكلمك وأقولك حاجة. كنت متضايقة قوي. قال ليه زعلانة ومتعصبة يا بنتي؟ قلت لو سمحت قول اللي عندك. كنت فاكرة هيضايقني بس لأ، كان سامعني بجد. قال عايز أحط خطة معاكي ونربي الست دي، يقصد حماتك. وكمل عايزة تجيبلك ضرة، واخد الموضوع جد. محمد هددها بس مش سامعة. البنت عجبها قوي وأنا متأكد هيجوزها له. قلبي وقع، غيرت. أنا عملت إيه؟ قعد جنبي وقال أنا بجد بحبك. مش عايزة تتآذي ومش بحبك تكوني كده يا حبيبتي. ما قلتش حاجة، بس كان عندي إحساس وحش ناحية حماتي، ومش عارفة إيه اللي حصل وليه بقيت بالشكل ده. مش عارفة الغلط كان مني ولا ألوم الشيطان وأقول هو اللي ضحك عليا. أيا كان، قررت أعدل حماتي وأوريها إن لو أذتني أنا كمان أعرف أهدد. عمري ما كنت أصدق إني أتصرف كده ولا أتغير بالشكل ده.
لفيت وشي لحماية وابتسمت وقلت له خطتك أيا كانت أنا موافقة. فهمت لمعة عينه وكنت عارفة إنه مش بيفكر فيا ولا في عذاب مراته، هو بس كان عايز يبقى جنبنا. بس أنا بالطريقة دي كنت أقدر أضايقها وخليها تبعد عن حياتي. كان عندي دافع وقوة قد اللي عملته فيا. محمد رجع ومعرفناش نتكلم. بعد أسبوع محمد سافر شمال، وأنا عن قصد رحت قعدت في بيت حماية، وكل ليلة كان يجي يقعد جنبي ونتكلم كتير، وبقت عادة حتى بعد ما محمد رجع. الخطة كملت. حماية كان مبسوط وواضح إنه مش عايزني أنتقم، هو كان بيفكر في نفسه وأنا كنت ماشية معاه. مش عارفة ليه لا حسيت بذنب ولا فكرت في محمد، كل تفكيري كان إن حماتي تفهم وتتقهر. حماتي بقالها فترة شكت بابا محمد وكانت بتقول أنا حاسة إنه بيعمل حاجات وكل يوم في الحمام. لما سمعت كده ارتحت وحمدت ربنا إنها سابتني وما بقتش مركزة معايا. كنت بحب أكون في بيتهم، ومحمد قال لي أنت رايحة فين يا حبيبتي؟ ما تعرفيش لو أمي شافتك هتضايقك بلاش. قلت له لا يا حبيبي، دي كبيرة ولازم نعدي. قال ربنا يخليك يا طيبة. ما كانش يعرف إني بقيت قاسية وبروح مخصوص أشوف زعل أمه. رحنا هناك وحماتي ما راعتش وجودي وقالت كل اللي في قلبها لمحمد علشان تهدى. قالت شكيت في أبوك، بس قالوا ليه كل يوم حمام، وليه بتشيك، وليه دايما موبايلك في إيدك، انت مش زي زمان. وبصت لي وقالت ايه اللي ناقصك عشان ما فكرش أتجوز تاني، كل حاجة متوفرة، سني وسن أبوك يسمح. كانت بتعيط وتضرب على رجليها. بابا محمد دخل ولما شافني نظرته اتغيرت وأنا سلمت بابتسامة. محمد دخل الأوضة يكلم أبوه وأنا قعدت شايفة عياطها مش بيخلص. قعدت جنبها ومش عارفة هي فكرت في إيه، يمكن قالت عايزة تهديني. قلت بهدوء مالك يا ماما، مش حلال؟ يمكن حضرتك قصرتي مع الحاج عشان كده، وإلا الراجل لو مراته مقصرة ما يتجوزش، وبعدين ما فيش مشكلة، لحد 4 حلال وعقد المتعة كمان كتير. ضحكت وقمت رجعت مكاني. وشها احمر وعينيها مليانة قهر وكانت بصالي وأنا ببتسم. قلت لنفسي أهو ده كلامها كان حلال على جوزي ومش حلال على جوزها، عجيب. محمد رجع وكلمها شوية وقال الكلام ده إيه؟ بابا ما عملش حاجة، ليه مكبراها؟ عيب. وأنا ببتسم سخرية وهي بصالي والقهر في عينيها. مشينا وكأننا متصالحين وبقينا نروح ونيجي من غير حاجة. محمد كان مركز في شغله، وفي يوم قال لي في سفر اتظبط وكان المفروض بابا يروح، بس قال ظهره وجعه وخلاك تروح مكاني. ما كانش عايز يسافر عشان الويك اند وكان عايز يقعد معايا، بس اتضايق وأنا كنت عارفة إن حماية عمل كده قصدا. محمد قال أمي أوديك بيت مامتك ما تباتيش لوحدك. قلت له أروح بيت مامتك؟ كانوا لوحدهم وأنا كنت عايزة أروح أحرق قلب حماتي. وداني ومشي. دخلت وجوزها أمي ما بقتش تقول زي الأول، ومن ناحية تانية حماية كان بيغرقني اهتمام. اتعشينا وروحت أوضة محمد، وحماتي راحت تاخد أدويتها وحماية أشار لي أكون جاهزة. أعصابي كانت تعبانة. عدى حوالي ساعة من نوم حماتي وفجأة باب الأوضة اتفتح وحماية دخل. قعدنا جنب بعض وفضلنا نتكلم، وفجأة الباب اتفتح والنور ولع وشفت حماتي واقفة بتبص باستغراب وضياع. بقي نشف وحماية اتسمر مكانه. قمت مفزوعة، ما كانش ينفع كلام ولا تبرير، كانت بس بتبص. حماية قام وقال ليلى اهدي هشرح لك، بس هي طلعت بره وفجأة تعبت ووقعت على الأرض. لمينا نفسنا وكلمنا الدكتور، جه واداها مهدأ وقال صدمة ومفيش حاجة خطيرة. أنا كنت تعبانة، مش ده اللي كنت عايزاه. طب ليه مرتحتش؟ مش كنت عايزة أوجعها؟ دلوقتي لما شافت وتعبت ليه ما هدتش؟ حمدت ربنا إن الموضوع مسوقش أكتر. تاني يوم صحيت وكانت بصالي زي التمثال، مش في وعيها ومش كويسة، ما كانتش بتتكلم غير لما تشرب مية. الدكتور قال صدمة. إيه اللي حصل؟ حماية قال مش عارف، ونظرة حماتي عليا وما بتتكلمش. قال الدكتور عشان كده ساكتة ولسانها مربوط ولازم تتعايش واحدة واحدة، وأحيانا الناس بتفضل كده طول عمرها. مش الدكتور وحماية كان متضايق ومتوتر. محمد كان مسافر شغل تاني. أنا لميت البيت وطبخت واديت لحماتي عصير، كانت بتبصلي بجنون من غير رمش. خفت. حماية لما شاف خوفي خدها أوضتها وقفل وقال ما تخافيش، فاكرة ليه بتاخد أدوية أعصاب؟ مجنونة من زمان. زعلت من كلامه وسكت. قرب وقال أصلهم مش زيك حلوين وجذابين، ومحمد بيسافر كتير. وقف قدامي وقال أنا أقدر أملى مكانه. لفيت وشي ورجعت لورا. قال
ما تدلعيش يا جميلة. فجأة جرس الباب رن. أخت محمد جت تزور أمها وحماية راح يستقبلها. العيال جم ولفوا حواليها، نظراتها كانت مضايقاني قوي وكلهم خدوا بالهم. طيارة محمد اتأخرت وقال اقعد هناك عشان حالة أمه. مرضيش أمشي، ما قدرتش أحكي له في التليفون عن أبوه، قلت لما يرجع. كنت تعبانة وعايزة أروح بيتي وأعيط. غمضت عيني أنام، بس حماية دخل الأوضة وفتح الباب. قال دي ست مجنونة ونامت. فتحت عيني وقعد جنبي وقال يا بنتي الحلوة ما تزعليش نفسك. قلت له لو سمحت اطلع برا، أنا مش طايقة حاجة. كنت متعصبة وتعبانة وصداعي شديد وعايزة أخلص الوضع ده بأي شكل. فجأة باب الأوضة اتفتح ومحمد دخل. اتصدم لما شافنا وإحنا الاتنين ساكتين. قال في إيه هنا؟ قلت له أنا مخنوقة، محمد هشرح لك. أبوه معرفش يقول كلمة وقام وطلع. محمد قعد جنبي وقال بابا ضايقك. عيطت من القهر ومن عجزي، كنت هقول إيه؟ ولو عارف أمه ليه وصلت لكده كان هيتدمر. قعد جنبي وقال سامحيني يا عروستي، مش هسيبك لوحدك تاني. ليه ما قلتيليش أبقى معاكي؟ محمد كان واثق فيا لدرجة إنه شاف أبوه الغلطان وما خطرش بباله إني أنا عملت حاجة. قال بهدوء داخل أخد شاور تعبان. هزيت راسي وما اتحركتش ومش عارفة أعمل إيه، كنت مرعوبة. عدى حوالي 45 دقيقة وهو في الحمام. ناديته مردش. فتحت باب الحمام لقيته واقع على الأرض، عينه مفتوحة وبيبص لي. صرخت من الرعب وما قدرتش أقرب. حماية دخل وفاهم إننا في الحمام. لما شاف محمد كده اتشل، بص له شوية وبعدين لما نفسه طلع كلم الإسعاف. جم وخدوا محمد على المستشفى وادوني محلول في البيت. كان الصبح طلع، حالي اتحسن شوية. روحت المستشفى وقلت الأخت محمد تيجي تقعد مع أمها. في المستشفى لقيت حماية قاعد على الأرض مسند هاصة في الحيطة ونايم. قعدت جنبه وقلت بزعل محمد فين؟ فتح عينه بعيون حمرة ومليانة دموع شاور على الأوضة. من الشباك الصغير شفت أجهزة متوصلة بيه ومش راضيين يدخلونا. قلت الدكتور قال إيه؟ قال بهدوء جاله جلطة في المخ. مصدقتش. إزاي كده؟ قعدت ساكتة. قال الدكتور قال رجليه سليمة بس إيديه الاتنين متعطلين، ولو متفائلين ممكن بالعلاج الطبيعي يتحسن. غمضت عيني وعيطت. قال كمان لازم نشوف الكلام والنظر اتأثروا ولا لأ. كنت هجنن، مش قادرة أستحمل اللي حصل وأنا قاعدة سليمة. كنت عايزة انتقم من الست دي، بس حياتي أنا كمان اتدمرت. عدى أسبوع وحالة محمد اتحسنت شوية. الأسبوع ده مت وعشت، ما سبتش محمد ثانية، مستنية كلام الدكتور وفحوصات النظر والتخاطب. عدى شهر وما فيش أي تحسن حقيقي، زي ما هو، بس قوة إيديه زادت شوية. غير كده لا بيتكلم ولا حاجة. أبوه لما يجي يشوفه حالته تسوء ويتوتر كأنه شاف حاجة وحشة، وشه يشحب ويتعصب. حماتي ما شفتهاش، بس أخته كانت تقول زي ما هي، هادية وبصة في الفراغ. أنا تعبت والذنب كان خانقني، نفسي بقى تقيل. بالليل أنام وعيط. أحيانا محمد يصحى يهديني ويبص لي بقلق، فاكر إني زهقت ومش عايزة أخدمه، وهو المسكين ما كانش عبء عليا. عشان كده قررت أقول له الحقيقة. ما قدرتش أستحمل، كنت عايزة أرتاح. قعدت جنبه، مد إيده يمسك إيدي، فقلت محمد لازم أقول لك حاجة. كان بيبص لي مستني. بدأت أحكي له كل حاجة. كنت مخنوقة وعيطت، ما كنتش ببص له وهو ساكت. بعد ما خلصت رفعت راسي. شفت محمد باصص لي كده من غير أي تعبير، ما كانش باين زعلان ولا متعصب، بس ثابت عينه فيا. لما لقيته هادي حطيت راسي على رجله وفضلت أعيط وبطلب منه يسامحني على الغلط اللي عملته في حقه. فجأة حسيت بنقطة دمعة نزلت على وشي. قعدت وبصيت، لقيت محمد بيعيط بهدوء وبيبصلي. قلبي اتعصر وكان هينفجر من الوجع. كان بيبصلي بعيون مليانة دموع، وإيده ما بقتش على إيدي ولا بيمسح على راسي. مش عارفة كنت صح ولا غلط إني حكيت، بس حالة محمد ساءت قوي، سخونية ورعشة وتعب ورجفة إيديه زادت. قعد أسبوع لحد ما رجع لهدوءه. الأسبوع ده خد حقن مهدئات ومنومات عشان يهدى. من يوم ما قلت الحقيقة ما بقاش يسيب أبوه يجي. تعامل محمد معايا كان عادي، وأنا كنت بحاول ما بقاش قدامه كتير، أقعد في المطبخ أو الأوضة. اللي كانوا بيزورونا بس أخته وأهلي وأحيانا جيران. حياتنا كملت من غير إحساس ولا شغف، كأن حاجة انفجرت بينا. بس ما ندمتش إني حكيت، حتى لو كنت وحشة في نظره ومش قادر يسامحني. المهم إني ارتحت وبطل عندي عذاب ضمير. عدى شهر وأخت محمد اتصلت وهي بتصرخ وبتعيط، ماما ضيعنا. قلقت وما فهمتش حاجة، كانت بتصرخ جامد. محمد سمع الصوت وكان قلقان. لبست وخدت تاكسي وروحت بيت حماتي. لقيت أخت محمد بس موجودة عشان حامل. قلت في إيه؟ قالت ماما
جالها جلطة. سألت ليه؟ قالت بسبب بابا، بفضيحته ما بقيناش نعرف نرفع راسنا. ماما لما عرفت ما استحملتش، رجلي كانت بترتعش. قلت أكيد عرفوا موضوعنا. كنت بدور على كلام أغطي المصيبة، وفجأة قالت اقعدي أجيب لك مية. قلت لنفسي لو كانت عارفة ما كانتش كلمتني كده. ارتحت شوية وعيطت وحمدت ربنا إن الفضيحة ما انتشرتش. بعد ما هديت سألت إيه اللي حصل. قالت لازم أقولك، كنت مستنية. قالت كنت بعمل أكل لماما وبابا كان في البيت، والجرس رن، بنت صغيرة عايزة تدخل. منعتها فقالت أبوكي يعرفني. اتخانقنا وعلت صوتها ونادت على بابا. طلع، ولما شافها وشه صفر وحاول يطلعها بره. كانت بتصرخ. قربت وقلت مالك؟ قالت أبوكي يعمل حاجة ومش راضي يعترف. الولد ابنه وأنا مراته. إيدي ورجلي سابوني والجيران اتجمعوا. دخلتها البيت عشان ما نفضحش أكتر، وماما كانت جوه والبنت أصغر مننا، وكان سنها حوالي 18-19 سنة. المهم إن ماما سمعت وكل ده حصل. البنت لما شافت الدنيا باظت خافت ومشيت. قلت يمكن عداوة؟ قالت لأ، أنا فكرت كده الأول، بس ورتني قسيمة الجواز وثبت أنهم متجوزين عرفي بقالهم 2 وبابا ما أنكرش. ما كنتش مصدقة. رحت المستشفى وشفتها فعلا جلطة، بقها ووشها مايلين وحالتها وحشة قوي. بابا محمد كان نايم على الكرسي وهي تعبانة. قلبي وجعني، ما استحملتش ورجعت البيت. فضلت أفكر قد إيه تعذبنا الفترة اللي فاتت، وقد إيه الأم والابن اتأذوا. صحيح غلطتي كانت كبيرة، بس اللي حصل بعدها مش بسببي. محمد سأل بالإشارة في إيه؟ قلت له ماما تعبانة واتحجزت. الحزن في عينه كان موجع. ما بقاش عندي أعصاب. كنت بروح لدكتور نفسي وآخد أدوية تهديني وانام. كنت بحاول ما أفكرش. يوم وانا نايمة حسيت بإيد على وشي. خفت مع إني في بيتي وعلى سريري. فجأة صحيت ولما لفيت لقيته محمد. نفسي رجع وهديت. سألني بالإشارة مالك دايما نايمة؟ قلت له إزاي جيت لحد هنا؟ من ساعة ما سمع عن تعب أمه حالتها ساءت ورجلي ضعفت وبقى يزحف على الأرض. ما قالش حاجة وهديته وقلت له الأدوية هي السبب. مسك إيدي وحنن عليها. ما صدقتش. هو سامحني؟ سألته وأنا بعيط. غمض وفتح عينه. كنت أحسن وحسيت براحة. طلب مني أوديه بيت أمه. ما قدرتش أقول لأ ولا أقول كلمت أخته وجوزها جه يساعدنا. رحنا وشفت حماتي. منظرها ما يتستحملش، فمها مايل ومش قادرة تشرب حتى شوربة، بتاكل بالسرنجة. محمد ما كانش عارف السبب ولا اللي أبوه عمله، وخفنا نقوله. كان قاعد جنبها وبيعيط، ماسك إيدها وهي حاسة وبتعيط معاه. أنا أول واحدة دمرت العيلة دي، وأمه وابنه وصلوا للحالة دي بسببي، ومفيش بإيدي حاجة أعملها. رجعنا ومحمد بقى أحن معايا، كأنه قرر يسامحني، وأنا قررت أتغير. مش بقول إني ولية صالحة، بس حاولت ألتزم وأصلي وأعيش صح زي ما كانت دايما نفسها. كل صلاة كنت أعيط وأطلب من ربنا يسامحني ويخفف عذاب ضميري. عدى شهر من خروج حماتي من المستشفى وأنا ما كنتش قادرة أروح أقعد أخدمها، علشان كنت لازم أفضل جنب محمد وأساعده. ما كنتش أقدر كل يوم أروح معاه هناك وارعى الاتنين. أخته كمان كانت حامل وحالتها ما كانتش تسمح، لازم ترتاح. وأبوه كأنه مش فارق معاه إن عنده زوجة دايما بره، فما كانش في حد يساعد الست الغلبانة دي ويرعاها. علشان كده أخت محمد وجوزها جم عندنا واتكلمنا وقررنا نوديها دار مسنين. هناك كانوا هيهتموا بيها أكتر. محمد كان زعلان ومش حابب، بس ما كانش في حل تاني. هي كانت محتاجة تغيير حفاضات ولجن، وشغلها صعب قوي على شخص واحد. وديناها الدار ووصينا عليهم يهتموا بيها ويستخدموا أحسن حاجة. لما دخلت كانت متوترة وفاهمة هي فين وليه. جابوها، كانت رافضة وبتعيط، بس ما كانش في اختيار. أنا وأخت محمد وعدناها نزورها، واتفقنا يوم ورا يوم ما نسيبهاش لوحدها. عدى حوالي شهرين وإحنا ملتزمين بالزيارة. شكلها كان أحسن والرعاية كويسة، وحالتها اتحسنت شوية مع العلاج الطبيعي والدواء. وشها اتحسن قوي وبقت تاكل أحسن، وكان عندنا أمل تتحسن ونرجعها. أخت محمد حاولت كتير مع أبوها يزورها، بس رفض. قال هي عملت له إيه علشان يزورها؟ كنت سامعة إن البنت الصغيرة ما كانتش سهلة، ومع إنها حامل اضطر يعترف ويتجوزها رسمي. أبو محمد كان في حاله ومش مهتم. الغريب إن وجودي ما كانش يضايق حماتي، ما كانتش بتتفاعل، وحسيت إن ربنا ستر. محمد كمان اتحسن وبقى يقوم لوحده ويدخل الحمام، وده فرحني قوي. وحماتي بقت تقول كلمتين وتدور على أبو محمد، بس هو ما كلفش نفسه يجي يشوفها. مع الوقت وبفضل ربنا والدكاترة حالها اتحسن أكتر. محمد قدر يرجع يشتغل، بس لسه ما بيقدرش يتكلم، وده كان مضايقنا. أخت محمد ولدت الحمد لله،
والبيبي طلع سليم. هي رجعت لحياتها وحماتي لسه في دار المسنين. اللي حصل بعد كده إن أبو محمد جاب مراته في نفس البيت وخلفت ولد، وبقت ملكة خدامة خاصة وكل حاجة متعاملة لها، ولا كأنها قعدت مكان حد تاني. إحنا ما حبيناش حماتي تشوف ده وتتعب تاني، فاستنينا شوية وبعدين جبناها تعيش معانا. عدت الأيام وحالة محمد وحماتي اتحسنت أكتر. الدكتور استغرب وقال دي معجزة كبيرة إن حالتين جلطة بالحالة دي يتحسنوا كده، لازم تشكروا ربنا. ماما بطلت تشيل همي وشافتنا بنتحسن وكانت بتدعي كل يوم. كل حاجة كانت كويسة وعشنا فترة هادية وجميلة. أنا ومحمد كنا عايشين أحلى أيامنا ومستنيين البيبي اللي كان جاي، ولد أو بنت، وماما كانت فرحانة قوي. أنا كل ليلة كنت أتكلم مع محمد وأحكي له قد السنين اللي ما كانش بيتكلم فيها. مش عارفة ربنا سامحني ولا لأ، بس دايما عايشة على إحساس إنه سامحني وعدى عن ذنبي. حماتي كانت طيبة معايا جدا، وأوقات وأنا بدعي ربنا كنت بقول يا ريت من الأول كانت كده. هو كان لازم تعاملني وحش قوي علشان أعصب وأعمل اللي عملته؟ صح، اللي عملته غلط ومفيش تبرير ليه، بس برضو تصرفات حماتي ما كانتش صح. مع أني اتغيرت وفي السنين دي مغلطتش، ومن وجهة نظري علاقتي بربنا كويسة، بس أوقات كان يجيني إحساس ذنب قوي يخلقني ويحسسني نفسي بيقف. بنتي الجميلة اتولدت وسميناها صباح، ومحمد كان بيعشقها وحاسس إحساس حلو، وأنا كنت فرحانة إن ربنا رزقنا بطفل، وإن محمد يتحسن ويذوق طعم الأبوة والأمومة، ونكمل حياتنا إحنا الأربعة. الحمد لله كل حاجة كانت كويسة. حبيت أقول إن الإنسان وقت العصبية أو الانتقام بياخد قرارات غلط فعلا، زي اللي أنا عملته. في ناس بتأذي نفسها أو أهلها أو اللي حواليها وتدمر حياتها. في الغضب بتطلع قرارات كتير صعب تتصلح، والإحساس بالذنب ممكن يفضل معاك طول العمر. أتمنى دايما تاخدوا أحسن قرار وما تقعوش في مشاكل، وادعولنا أنا ومحمد إن ربنا يكرمنا بحياة هادية ونكملها للآخر. شكرا لأنكم فضلتوا معايا لآخر الفيديو. ادعموني باللايك والتعليقات بتاعتكم، بحبكم جدا. للقصة الجاية، مع السلامة.